سمعت عن ماكسيز وناس كتير بتشكر فيه، وطبعا كان لازم نروح، ودخلت المكان ولقيت الديكور حلو قوي وجميل بصراحة، ولكن اتصدمت لما لقيت في الديكور حاجات مقاطعة. قلت ياض عادي كمل وهنشوف يمكن ده ديكور قديم. جبنا المنيو اللي قدامكم ده، واسعارهم كانت قريبة لبراندات كتير قوي وكويس، واحنا اخترنا الوجبة ال9 قطع فاميلي، و2 ريزو دجاج، وصوص باربيكيو، وصوص رانش. ودي كانت الفاتورة قدامكم زي ما انتم شايفين، وقالوا هيكون جاهز بعد 20 دقيقة، ولكن عدى نص ساعة. ولما نزل الاكل، وهنا كانت الصدمة التانية ان الاكل احجامه كويسه مش قطع صغيره زي بعض الاماكن. والمفاجاه التانية ان هم فعلا مقاطعين ونزلوا لنا ماكسي المصري. ويلا بقى نبدا بينا الاكل. وعشان تبقوا عارفين الوجبه دي عباره عن 9 قطع، وبطاطس، و5 عيش، وواحده ماكسيز. وزي ما انتم شايفين كده القطعه كامله وكبيره، ومش عارفين هنخلصها ازاي. 9 قطع حلوه، والفراخ نضيفه وبيضه وسخنه. ويلا نحطها في الباربيكيو. ويا لهو على الجمال يا ولاد. والريزو يمكن يكون فيه غلطه ولا حاجه، بس لا طبعا ده حكايه، وطعمه احلى حكايه في الدنيا. بصراحه كل حاجه حلوه في المكان، مش عارف ليه محدش قال لي عليه من زمان. وده شكلي بعد الاكل. والمفاجاه ان اكتر حد هيعمل منشن لاصحابه وشير الفيديو هعزمه هناك. يلا قولوا اماكن جديده، وما تنسوش المتابعه. سلام.